السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد معاكم وروتين جديد. قبل ما نبدأ الفيديو ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنعمل مع بعض الكيكة الحلوة ديت في الفنجان. لا ميكروويف بقى ولا فرن ولا اي حاجة. وادعولي ادعولي ان انا طلعت الفناجين بتاعتي من انا مش مصدقة نفسي لحد دلوقتي. انتوا هتلاقوا في كاسات لسه عليها الورق بتاع الفناجين، عليها الورق بتاعها. ما علينا، نقول دلوقتي مقادير الفيديو وبعد كده نرجع للفناجين. كل حاجة بنعايرها بالكوباية، اللي هي الكوباية البلاستيك ده او اي كوباية انت هتعملي بيها. انا هنا عايرت بالكوباية البلاستيك بتاعتي دي. كوباية سكر، كوباية زيت، كوباية لبن، نص كوباية كاكاو. كل دوت هنحطه في الخلاط بتاعه. خلاص، هنضرب ده كله. هتحط الفانيليا، عايز تحط الفانيليا مع البيض عادي، عايز تحطها دلوقتي حطي. فانيليا سايبة، فانيليا العادية مش مشكلة. رحت ضربتهم في الخلاط وجيت خدت منهم حبة كده في الطبق. اهم حاجة الكوباية اللي هتعيري بيها هي اللي هتعيري بيها كل حاجة عندك. دقيق وسكر وبيض ولبن، وقصدي زيت وسكر واللبن، كل حاجة هتعيريها بنفس الكوباية. وهنا رحت حطيت البيضتين اهمت واروح اضربهم في الخلاط واجي برضه ضربتهم في الخلاط، ورحت ادي كوباية دقيق بالظبط نفس الكوباية اللي عايرت بيه. بقى كانت كام مرة اهوت يا جماعة، ان هي الكوباية اللي بنعاير بيها هي اللي بنعاير بيها كل حاجة تانية. المهم، هنا حطيت معلقة كبيرة بيكنج باودر وعلى كوباية الدقيق، ونزلت بكل حاجة على اللي انا ضربتها. نزلت بهم على الدقيق، اللي هي كوباية سكر، كوباية لبن، كوباية زيت، ونص كوباية كاكاو. نزلت بكل دي ضربته في الخلاط، وبعد ما ضربته في الخلاط رجعت زودت عليهم بيضتين اتنين بس. ورحت مقلبة كل حاجة هو التاني على الدقيق، اللي هو كوباية دقيق ومعلقة كبيرة بيكنج باودر. قلبي بقى، مش قلبي، قلب 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 بسرعة كده. قلبنا كل حاجة سوا هي. انا اكدت كم مرة ان تبقى الكوباية هي اللي بنعاير بيها كل حاجة عشان تبقى المقادير صح ومظبوطة. من زي هنا بعد ما بينفض المضرب من الحاجة يروح مرجعه تاني كده في الحاجة. بعد ما قلبت خلاص مش هرجع تاني، بروح راجع تاني. تردد فظيع. ما علينا، هنا جبت الكوبايات. نسيت كنت هنسى، رحت حاطة في كل واحدة شوية زيت كده، ورحت دهناهم. هدهنهم كلهم. هما طلعوا معايا 8 فناجين. دول 5، وجبت كوبايات ازاز من بتاعة الشاي العادية عشان اوريكم برضو انها تنفع كده وتنفع كده وتنفع في الطواجن، زي الطواجن اللي انا كنت عاملة فيها الكيك الفيديو اللي فات. وروحوا اتفرجوا عليه وقولوا ان انتوا اتفرجتوا عليه، واعملوا لايك وما تنسوش الاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. هنا بقى اهوت فضيت هفضيهم في الكوبايات. امليه فوق، يعني نص الكوباية فوقها بشوية كده. هنا همت برضو جبت دول الكوبايتين همت بتوع الشاي العاديين، وهيتبقى حبة احطهم في فنجان صغير كده اهو. ده حسيت ان هو مش مليان قوي فزود. جبت الطاسة ديت او صينية عادية من اللي بنعمل فيها البطاطس، ورحت حطهم فيه. ما تزودوش عشان ايه يبقوا حلوين. هي دوبك اصلا الطاسة خدتهم هما، والفنجان الصغير ده حطيته لوحده. وهنا كنت جايبة الحلة دي حاطة فيها مية سخنة اهو، كسلت اشغل الكاتل صراحة. فزودتها كده فوق ربع كوباية بشوية، ربع كوباية بشوية كده. وانا غطيتها بس نسيت الفوطة. تعمل الغطا بفوطة عشان ايه البخار يعمل في الفوطة ما ينزلش تاني جوا الكيكة وتلاقيها من على الفوق، من فوق طرية كده. هنا هما بعد ما استووا بتحطهم على نار هادية خالص، شمعة كده، وتسيبوهم مع نفسهم لحد ما تختبريها وتلاقيها استوت. هنا جبت كوباية لبن عليها معلقة سكر، ورحت ايه
قلبتهم مع بعض كده عشان هسقي بهم الكيك. عايزة تسقي بلبن اسقي، عايزة تسقي اللهم صل على النبي ببيست، عايزة تسقي عارفين اللي هو اللبن اللي على البوب عليه شوكولاتة بيتباع دوت، هاتوا منه وحطوا برضو. انا ناسية اسمه، مش عارفة انا بنسى كتير. ما علينا يعني. سقيتها اهوت. انا سقيتها باللبن عشان كان باقي بقى من اللبن اللي انا كنت عامله بيه الكيك. احط في كل واحده كده معلقتين 3. انا بحبها طريه شويه. اسيبهم بقى كلهم باللبن كده، والفنجان الابيض اللي ورا دي اللي انا بقولكوا الحبه اللي كانوا باقيين. هسقي اللبن ده كله، بعد كده اروح حاطه الشوكولاته عليه من فوق. شكلهم حلو صراحه، مقطقطين كده مع نفسهم. اروح جايبه بقى الشوكولاته اللي انا كنت واخداها في الاول خالص اهو. اروح واخده برضو على كل فنجان معلقه كده. هما صراحه كانوا دافيين شويه، ما كانوش برضو قوي قوي. فال شربتهم الكيكه شربت، يعني لو شربت الصوص عادي خير وبركه، برضو هينزل من جوه الكيكه وهتعمل طعم حلو. وانا هيتبقى صوص بساعة الاكل كده، هدي كل واحد على كوباية واحد معلقة كده عشان يبقى طعمها حلو. ده لو في حالة يعني ان الصوص كله الكيكة شربت الصوص كله عشان هما دافيين. لكن لو سبتهم برضو خالص هي مش هتشرب الصوص الشوكولاتة اللي على الوش. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني اللي انا بحطه دي لو الكيكة عشان دافية بس شربت الحبة دول عادي مش مشكلة، ده هتزيد حلاوتها طعم. هنا بقى كان عندي شوكولاتة دي باقية من الفيديو اللي فات، فقلت اما ازوق بقى كده عشان تبقى شكلها شكل الفناجين كده، اللي شكل الطواجن اللي بنشتريها من بره اللي هي طواجن الساعات. قلت ازوق دي كيت كات بتقليد الكيت كات، يعني مش كيت كات اصلا، بيتباع عند مستلزمات الحلواني. ودي كان عندي بندق من المشتريات اللي كان جوزي جايبها، فرمت حبة كده وحطيت على كام كوباية لان عند الواد مش بيحبوه. حطيت على الكوبايات مثلا اللي أنا ممكن اكلها انا واللي بيحب البندق. مم. عشان يبقى شكلها شبه طاجن الساعات. هنا خلاص خلصت. بقول لكم هنا مثلا ممكن كمان تزوقها رايح جاي كده عشان تبقى شكل زي صوص الشوكولاته اللي بيتباع على طاجن الساعات.